عشان نعمل بقى الرز بالخلطه بتاعنا اللي هنقدمه جنب الفراخ المشويه، هننزل في حله بمعلقه سمنه كبيره وحبه زيت، وننزل عليهم ببصلتين كبار متقطعين مكعبات صغيره بالمنظر ده. هننزل عليهم بمعلقه سكر، ونقلب في البصل بتاعنا لحد ما يحمر وياخد لون جولد كده. البصله بتاعتنا بدات تحمر اهي وتاخد لون جميل كده. هننزل عليها بالكبد والقوانص، طبعا مغسوله ومتقطعه، هنديها تشويحه كده معاها. وهننزل عليهم بمعلقه ملح صغيره، وحوالي ربع معلقه قرفه، ومعلقه فلفل اسود صغيره، ونص معلقه كمون، وربع معلقه بهارات مشكله. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس قوي كده. بعد ما شوحناهم حوالي 5 دقايق كده، هننزل عليهم برز مصري ابيض مغسول، ونقلب الرز كده حوالي دقيقه كده مع المكونات دي كلها. ونسقي الرز بتاعنا بميه سخنه بتغلي، وندوق الملح بتاعنا، لو ناقص ملح نظبطه ونغطي عليه ونسيبه يستوي زي اي رز مصري عادي.